لو انت او انتي محامي او محاميه عايزين تشتغلوا بره مصر في الامارات بالتحديد، طبعا كلنا عارفين ان الامارات فيها سوق اقتصادي مستقر وسوق تجاري ضخم جدا. في الفيديو ده هعرفك كل التفاصيل وايه هي المؤهلات المطلوبه، وهل ممكن تشتغل وانت في مصر ولا لازم تكون هناك. اول حاجه هنبدا بيها وهي ازاي انك تأهل نفسك انك تعرف تشتغل هناك. اول حاجه وهي انك تتقن اللغه الانجليزيه، لازم تكون عارف اللغه الانجليزيه بجداره. يعني ليه؟ هتخلي الراتب بتاعك يزيد 3 4 اضعاف. اللغه الانجليزيه هناك مطلوبه جدا وفي مجالات كتير جدا، السوق الحر هناك، بالاضافه ان في هناك عملاء كتير جدا بيتكلموا اصلا باللغه الانجليزيه، وهتفيدك كتير جدا في صياغه العقود. في عقود لازم تترجمها، والعمل في المناطق الحره المبني على النظام الانجليزي، والتواصل مع العملاء. هناك كتير جدا من العملاء بيتكلموا باللغه الانجليزيه كلغه اساسيه هناك، وهتفيدك في معظم العقود والاتفاقيات والمذكرات القانونيه. هناك مذكرات كتير جدا بتتكتب باللغه الانجليزيه. طيب هتدرب نفسك على الكلام ده ازاي؟ اول حاجه مش لازم كورسات معتمده، يعني مش لازم تروح تدفع الاف مؤلفه في الموضوع ده، لا. دلوقتي انت ممكن تتعلم الموضوع ده على اليوتيوب مثلا، او ابلكيشنز كتير جدا بتعلم اللغه الانجليزيه. انت المهم هناك ان انت تكون بتعرف تتكلم، مش ان انت يكون معاك كورسات معتمده في الموضوع ده. تاني حاجه وهي انك تعرف تتعامل مع الوورد والاكسل، التحول الرقمي عامه. ليه؟ لان هناك معظم الاجراءات حاليا بقت على المنصه الرقميه. دلوقتي هناك علشان ترفع دعوه او تتعامل مع اي اجراء بقى الكتروني، يعني انت ممكن تكون قاعد في البيت وبترفع الدعوه بتاعتك وبتخلص كل الاجراءات بتاعتك. ففي عالم المحاماه الحديث المهارات القانونيه بس اصبحت مش كفايه، لا، انت لازم كمان تتعلم المهارات الرقميه اللي اصبحت جزء لا يتجزا عن عمل المحامي. برضه مش لازم كورسات معتمده، الدورات مجانيه كتير جدا على اليوتيوب. تالت حاجة وهي الماجستير والدكتوراه. في هناك مجالات كتير جدا مش بتشترط ولا ماجستير ولا دكتوراه، ولكن انت لو معاك ماجستير ودكتوراه هيبقى ليك فرص اكتر بكتير والراتب بتاعك هيتضاعف. اخر حاجة تأهل نفسك ليها وهي التخصص، لازم تكون مخصص في مجال معين. هناك بيبحثوا عن واحد عنده خبرات محددة لحل قضايا معينة معقدة. ايه هي اهم المجالات اللي اتخصص فيها؟ مثلا قانون الشركات، قانون التكنولوجيا، القانون العقاري، التحكيم الدولي، صياغه العقود، الترجمه القانونيه. مع العلم ان هناك بيكون في اماكن تدي كورسات مجانيه بتكون جوه المحاكم نفسها. طيب بعد ما خلاص اتاهلت واصبحت جاهز للعمل، هل لازم تسافر عشان تشتغل من هناك ولا ممكن تشتغل من هنا؟ الاول هنتكلم عن لو هتسافر تشتغل من هناك، ايه هي الطرق اللي انت هتسافر بيها. اول حاجه اقامه حره او اقامه عمل. الاقامه الحره مشكلتها ان هي غاليه شويه، حوالي 10000 درهم تقريبا، وكمان بيكون عليها مشاكل كتير جدا. في حل ثالث ان تعمل زياره شهرين، اقامه شهرين، وممكن تجددها تاني برضه، وهتصدق على الشهاده بتاعتك في الخارجيه وفي السفاره. وبرضه لو معاك شهاده ماجستير او دكتوراه برضه هتصدق عليه، وهتعمل السي في بتاعك وهتبدا تقدمه في كذا مكان. طيب انا كمحامي مصري هل ممكن اترافع في الامارات؟ الاجابه لا، احنا كمحاميين مصريين مش بنترافع هناك في الامارات، ولكن ممكن تشتغل محامي في المناطق الحره او مستشار قانوني في الشركات ومكاتب المحاماه. انت اصلا عشان تشتغل في شركه او تشتغل في مكتب محاماه، ايه هي الوظائف اللي انت هتشتغل فيها هناك؟ اول حاجه واعلى حاجه هي مستشار قانوني، طبعا دي اعلى حاجه من حيث المرتبات. المستشار القانوني هو اللي بيفكر وبيخطط، او ممكن تشتغل شريك مع محامي اماراتي هناك. طيب وبيضع الاستراتيجيات هناك. طيب ممكن تشتغل ايه تاني كمان غير مستشار قانوني؟ هي باحث قانوني. الباحث القانوني ديت معناها ايه؟ زي مثلا جوجل الشركه كده. باحث قانوني ده هو اللي بيبحث عن القانون، هو اللي بيجيب القانون. الفرق بينه وبين المستشار القانوني، المستشار القانوني هو اللي بيقول لك ازاي هنطبق القانون ده في الشغل بتاعنا. لو ما عندكش خبره كافيه او خبرتك لسه قليله يعني، هتعمل ايه؟ ممكن هناك تشتغل حاجه اسمها مندوب. المندوب ده هو اللي بيخلص الشغل الاجرائي كله، زي هنا مثلا وكيل محامي. طبعا المندوب هي بتكون اقل حاجه من ناحيه الرواتب، والمستشار القانوني بتكون اعلى حاجه في الرواتب لانها بتبقى محتاجه خبره كبيره جدا. طيب اختار اي اماره اشتغل فيها؟ هي دبي، مع ان فيها فرص كتير جدا بس القبول فيها صعب جدا، لان هي بتبقى محتاجه خبرات وبيبقى فيها التنافس عالي جدا يعني. لكن لو متخصص في القانون التجاري والتحكيم، دبي هي افضل حاجه ليك. عيوبها ان هي برضو غاليه شويه جدا في المصاريف، فممكن تختار اماره جنبها مثلا زي الشارقه، ممكن تبقى مقيم فيها وتبقى بتشتغل عادي في دبي. طيب من حيث الرواتب، الرواتب دي بتكون متوقفه على حاجات كتير جدا. اول حاجه الخبره، كل ما كانت خبرتك اكتر كل ما كان الراتب بتاعك اعلى طبعا. برضو مش الخبره بس، برضو الشركه اللي انت بتشتغل فيها، في شركات هناك بتدي رواتب اعلى من شركات تانية.
وبرده التخصصات، يعني مثلا قانون الشركات وقانون التكنولوجيا وقانون التحكيم، الحاجات دي هناك بيكون لها راتب اعلى شويه. برده من حيث الاماره، يعني مثلا الراتب في دبي وابو ظبي بيكون اعلى من اي اماره ثانيه شويه. من حيث برضو حملة الماجستير والدكتوراه، الراتب بتاعهم بيكون أعلى من اللي معاه ليسانس بس. فالرواتب هناك بتحدد على كذا حاجة، بتبدأ مثلا من 5000 درهم ل 50000 درهم، وممكن يوصل لمئات الآلاف من الدراهم لو أنت بتشتغل في الشركات الدولية أو مكاتب المحاماة الدولية الكبيرة. ومن حيث الخبرة، الخبرة هناك مطلوبة، ولكن يفضل إن الخبرة تكون بتتناسب مع السن. يعني مثلا إيه، لو انت مثلا فوق ال 35 هتفكر مثلا تشتغل باحث قانوني او مستشار قانوني. لو انت مثلا لسه في البدايه مبتدئ متخرج جديد، تشتغل هناك مثلا مندوب، او في حاجه اسمها المطبعه. المطبعه دي هناك ده مكان بيكتب مذكرات وبيقدم استشارات قانونيه، وبيكون بسعر اقل شويه من مكاتب المحاماه وشركات المحاماه. طيب هل البنات ليها فرص للشغل هناك؟ ايوه، البنات لها فرص شغل هناك لو هي مؤهله لده. ولكن بقى هنخش بقى في السؤال اللي بعدها على طول، هو اصلا هل ممكن نشتغل من جوه مصر؟ ده اللي انا اصلا برجحه عامه للبنات. ايوه ممكن اشتغل وانا مقيمه هنا في مصر، ابقى بشتغل اونلاين. ازاي؟ عن طريق الشركات متعدده الجنسيات. الشركات دي دلوقتي بقى لها فروع هنا في مصر، واصبحت بتحتاج محامي ليه خبره مثلا في القانون المصري والاماراتي مع بعض، وممكن يكون محل اقامته في مصر عادي. الكلام ده بقى متوفر حاليا في فروع كتير جدا في القاهره فتحت. ممكن تشتغل كمستشار قانوني في الشركات دي. ممكن برضو تشتغل مع مكاتب المحاماه الدوليه، بيكون ليها فروع هنا في مصر، بتبقى احيانا محتاجه محامي عنده خبره في القانون المصري والقانون الاماراتي، ومحل اقامته بيكون في مصر. فلو انت متخصص في القانون المصري والقانون الاماراتي، تكون مرشح مثالي للعمل مع الفريق معاهم. ثالث حاجه وهي مع العملاء المصريين الموجودين في الامارات. في مصريين كتير جدا موجودين في الامارات محتاجين محامي مصري متخصص فاهم في القانون الاماراتي يتعاملوا معاه. ده برضه فرصه كويسه جدا، وبقت حاليا متوفره بنسبه كبيره جدا. اقول حاجه كمان، ان القانون المصري مشابه بدرجه كبيره جدا للقانون الاماراتي. يعني حتى ساعات بيكون في نصوص مواد بيكون نفس رقم الماده ونص الماده في مصر هو نفس رقمها والنص بتاعها في الامارات. طيب هل يفضل العمل في مكاتب دوليه ولا محليه لو انت هناك؟ هو من ناحيه يفضل ايه، طبعا المكاتب الدوليه، ولكن الفكره ان المنافسه هناك بتكون شديده جدا، وبيكون القبول فيها صعب شويه. عايزه اقول ان التخطيط الجيد هو اساس النجاح. الموضوع كله محتاج صبر وتطوير من مهاراتك. وعندك اي اسئله تانية سيبها لنا في التعليقات، وانا هرد عليها ان شاء الله في فيديو مخصص. اتمنى لكم التوفيق.